بيسمع صوت طلقة، لكن الحمد لله بتطلع تهويش. التعبان كان بيهوشه بس ما بيلحقش يضحك على خضتهم، وبنلاقي جو داخل عليهم بالموتوسيكل الفخم بتاعه ده، حاجة ضخمة كده، بيخش عليهم ويشيل الأربع رجالة اللي كانوا واقفين على الباب الرئيسي، وبيدخل كريم عليهم بمسدس وموجهه ناحية التعبان، فكلهم يجروا على بره. فعبد الله راح على التعبان ده جري ويديله بالرجل يعديه من الإزاز اللي وراه، هو كريم بياخدوا بعضهم ويروحوا وراه. المهم عبد الله وهو يطلع بره خالص بيقول لسلمى: يلا يا سلمى، خد امك وعيالك ويوسف، يوسف هيوصلكوا لحد البيت. لا لا، انا مش هسيبك، يلا 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 احنا نسيبه ونروح احنا. ما ينفعش يلا بس انت بسرعه وانا هعمل حاجه بسرعه وجاي وراكم. هتعمل ايه؟ مش هسيبك، هتعمل ايه؟ انا خايف عليك من الراجل المجنون ده. الراجل المجنون ده انا مش همشي من هنا غير لما اخد حقي. يلا انت بسرعه. مش عايزينه، المهم اننا بخير وكويسين، يلا بالله عليك يا سلمى، يلا اسمعي الكلام. عبد الله خدها وامشوا يلا. عبد الله بيمسكها وبياخدهم ويطلعوا بره. سلمى تفضل تصوت وهي خايفه على عبده ومش عايزه تسيبه. هو المكان بيفضل على عبده وبيلاقي التعبان جاي له من جوه. مش هسيبك برضه، مش هرحمك يا عبده. فعبده يفضل باصص له وساكت، وقال له: ما تقلقش يا جابر، ولا انا هرحمك. فراح بص له كده وهو مبرق وفضل ساكت. ما انا قلت لك وجاي وش لوش، انت ما بتعرفش تعمل كده. وعلى فكره انا كنت شاكك فيك من بدري، ومع الوقت اتاكدت ان احنا لازم ننقذ سلمى في اقرب وقت، ما ينفعش نسيبها. عارف يا عبد والله، بس لازم نعرف احنا بنعمل ايه ونلعب مع مين. احنا بنلعب مع جابر السيوفي يا عبد الله. جابر السيوفي؟ ايوه. انت قصدك ان جابر هو التعبان؟ بالظبط كده. بدأت بالفيديو يا جابر، الفيديو اللي كان في الفلاش. لو خدتوا بالكم وركزتوا هتلاقوا ان الفيديو ده بيتكلم بنفس طريقة جابر، ولا لما فضل يفخم في جابر اول الفيديو وجابر بيحب كده، ولا الفلاش اللي لقيتها على مكتبك يوم ما جينالك. والفلاشة دي لقيناها كانت على مكتب جابر لما كنا عنده، وبنشوف عبده ان هو لاحظ ان في فلاشة على مكتب جابر لما راح له نفس شكل الفلاشة اللي التعبان بعتها لهم. فاكر لما جيت لك وحبيت تخوفنا بانك تقتل حد من رجالتك وقلت جملتك الشهيرة؟ فواحد من رجالة التعبان وهو واقع على الارض بيحاول يقوم كده ولسه فيه الروح، وراح التعبان ضربه بالنار ويقول: اللي يشتغل مع التعبان يا يبقى تعبان زيه، هيستنى سمه ويلدغه. وفاكر لما سيبناك زمان وبطلنا شغل معاك قلت لنا ايه؟ اللي يشتغل مع جابر السيوفي لازم يبقى مكار زيه او يستناه عشان يغدر بيه. واللي وقعتك بقى بجد هي مريم. كنت شغالة معاه زمان وسبته زيكوا كده، وانت عرفتي منين ان كنا شغالين معاه زمان؟ لا مش قصدي على ده، قصدي على جابر السيوفي، تقريبا كنت شغالين معاه صح؟ ايوه كنا شغالين معاه. عرفتي منين برضه؟ انا عارفه كل حاجه عنكوا يا عبده. عارفه كل حاجه. واكبر غلطه وقعت فيها بجد يا جابر لما طلعت لي بدور التعبان وقلت لي ان سلمى معاك. لما ربطت كل ده ببعضه استنتجت حاجه واحده بس، انك حمار، ومهما حاولت تشغل دماغك مش هتعرف تعمل اي حاجه معايا. يعني التعبان هو جابر السيوفي؟ ايوه يا عبد الله، واحنا لازم نلعبه بطريقته، عشان كده مش هنعرف ان احنا عرفنا خالص الا لما نجهز كل حاجه. فراح جابر قلع الماسك كده وقال: برافو برافو برافو، يعني بصراحه عجبتني دماغك بجد. وبنلاقي عربيه جايه عليهم وينزل منها سرحان المليجي. ياه انت بقى يا عبده؟ سرحان، نورتنا يا اخي. انت عارف انا بقالي قد ايه بدور عليك، انت وشويه العيال اللي معاك دول. فين صحيح التلاته الباقيين راحوا فين؟ متقلقش يا سرحان هجيبهم لك. لا دلوقتي، انا عايزهم دلوقتي. هربوا. اعمل لك ايه؟ يا سلام، وانت في حد بيعرف يهرب منك يا جابر؟ انت هتمثل عليا؟ قلت لك هجيبهم لك، في ايه؟ انت عارف اللي فيها يا عم جابر واني محتاجهم في اقرب وقت. هما بيزعقوا في بعض، نسمع صوت طلقه، يبصوا حواليهم يلاقوا عبده ضرب بالنار، وبشوف حد طالع من ورا جابر السيوفي، وبنلاقي عبد الله. ايه عبد الله؟ ايوه يا جماعه عبد الله. ازيك يا عبد الله يا حبيبي، عامل ايه؟ عايز يا جابر، عايزك تفتح دماغك شويه صغيرين، تعرف ايه اللي بيحصل من ورا ظهرك. يعني ايه؟ يعني عبده جالي وقال لي ان انت اللي سرقت الساعه، وهي اصلا ما اتسرقتش، هي معايا لسه، بس انا قلت اعمل النمره دي عشان اكشف لك كل واحد على حقيقته.
انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه والله، جالي وقال لي ان انت اللي سرقتها. انا اسف يا صاحبي، بس معلش بقى، انت اللي بدأت بالغدر. عبده باصص له وهو مقهور، مش عارف يتكلم. راح عبد الله مديله طلقه تانية، واداله طلقه تالتة. خلاص عبده مش قادر، بيجيب اخره، بيحاول يقوم، مش عارف، فضل يعافر يعافر لغايه ما قام. فعبد الله اداله الطلقه الاخيره. عبده وقع على الارض، محدش فاهم حاجه. فراح سرحان قايل: ايه ده؟ انا مش عايزه يموت، انا عايزه حي، انا عايز اسلمه عشان الغرامات اللي عليا من المتحف اللي سرقته منه. يا غبي، انا شايف ان سمعت كلامك وقتلت عبده، فاسمع بقى انت كلامي واقتل الراجل ده عشان صدعني. يقتل مين يا ده انت؟ من غير ما تقول يا عبد الله كنت هعملها. فعلا يقتله. بعد كل ده بنلاقي مريم نازله من فوق، بتلاقي المنظر ده قدامها، عبده وسرحان مرميين على الارض، وجابر وعبد الله واقفين جنب بعض ماسكين سلاح. تتجنن. ايه ده؟ ولا حاجه يا مريم، بس عبد الله سمع كلامي وعارف كل واحد على حقيقته. عبد الله بص لجابر وابتسم ابتسامه خفيفه كده. مره واحده بنلاقي البوليس داخل عليه، وفي ثانيه كان مترشق في كل مكان. ايه ده؟ اثبت مكانك، المكان كله محاصر. فراح جابر رمى المسدس بسرعه وقال لهم: هو اللي قتلهم، والله العظيم هو اللي قتلهم، والله هو. هوبا يا جماعه، بنلاقي عبده فرح قايم من على الارض وقال: والله هو ده، انت هتخش جهنم حتف يا جدع. وبنرجع لفلاش باك وبنعرف انهم كانوا متفقين مع الحكومه عشان يوقعوا جابر، وكانوا فاهمينهم كل حاجه والحكومه ساعدتهم. بقول لك يا عبد، قول. جابر جالي وحاول يوقعني معاك، وقال لي انك رحت له قلت له ان انا اللي سرقت الساعه وما اعرفش ايه، بس انا عارف دماغه الزباله دي، وزدت معاه بصراحه وعرفت اني مصدق. حلو قوي ده، واحنا اتصرفنا صح فعلا لما مسكنا في بعض قدامه. طب بقول لكم ايه، قول يا جو. دلوقتي انا اعرف جهاز تلبسه تحت الهدوم كده، وتدوس الزرار يفرقع كانك اللي لابسه اتضرب بالنار. حلو ده، نستفيد منه ازاي؟ انا هلبس الجهاز ده، ولما نروح ننقذه وممكن يفضل عليا انا وهو، حد هيخش ويمثل انه قتلني. طب هو هيبقى مين يا عبده؟ تبقى انت يا عبد الله. بيجيبوا الجهاز ده ويجربوه مع الحكومه، يكونوا مجهزين كل حاجه، مش فايتهم اي حاجه. مش بقولك يا جابر، حمار وهتفضل قدامي حمار. ده انا عبده ياض. ايوه يا كريم، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا واقف هنا من بدري اصلا. كده يا باشا احنا تمام، وادينا اهو طلعنا معاك صادقين وفل الفل. صح يا عبده، صدقته فعلا. طب الحمد لله. باي باي يا جابر، بقابلك بالبدله الحمراء بقى. بدله حمراء؟ ايوه، ما انت متهم في جريمه قتل اهو، يعني هتلبس بدله حمراء. مش هتبقى بدله بس اللي حمراء يا جابر، هتبقى في حاجه تانية حمراء معايا، بس مش هينفع اقول بصراحه. عسل يا كريم. يلا يا جابر، قابلك هناك في المحكمه، والحكومه تاخده هو ومريم ويركبوهم البوكس. حكمت المحكمه حضوريا باعدام المتهم شنقا حتى الموت. ونشوف عبده وعبد الله وكريم ويوسف طالعين من المحكمه وهم مبسوطين. عبده يقول لهم: الحمد لله، انتهت نهايه سعيده زي ما كنت عايز. الحمد لله يا عبده. واللي مفرحني بجد في الحكايه دي كلها اننا تبنا وبعدنا عن الحرام. انا مع الوقت كده بقت جزء من اسلوب حياتي ان اصلي، وطول ما انا ماشي بتصدق واطلع فلوس لله. لا انا بجد مبسوط، حاسس براحه بال كده حسيتش بيها من زمان. احنا اتغيرنا قوي بعد ما انتقلنا من جابر ده يا عبد. لا يا عبد الله، احنا متغيرناش بعد ما انتقلنا منه، احنا اتغيرنا بالفعل لما نوينا اننا نتغير من زمان. صح. الحمد لله. انا جعان. ايه؟ جعان واموت من الجوع بصراحه. ده في وادي تاني، ده في حته تانيه خالص. يبقى يلا نروح ناكل. يلا. بنشوف فرح عبده وسلمى رجعوا لبعض. فرح عبده بصص لسلمى وقال لها: انا بصراحه مبسوط قوي وبحبك. وانا كمان، وحشتيني على فكره، انتي اكتر على فكره والله. انا حبيتك بجد لما لقيتك حلو وجميل من جوه، انبسطت لما لقيتك عايز تغير الاحسن
طبعا انت فاكر سبب طلاقنا كان ايه؟ فاكر وما تجيبيش السيره دي خالص. خلاص انا بقيت اهو حلو وجميل زي ما انتي قلتي وخلاص، مش عايزك تزعلي مني بالله عليكي ولا تتضايقي، وصدقيني مش هزعلك مني خالص بعد كده. وعد. وعد يا ست، اوعدك بكده اوعدك. تمام. طب وحوار الشغل ده عملت فيه ايه؟ اه بقى في ورشه تحت بيتكم كده، صاحبها طلع واحد حبيبي فهشتغل معاه يعني. باذن الله مع الوقت لقيت شقه جنبكم هنا ايجار وبسعر مناسب على فكره، هاجرها باذن الله. هعيشك مرتاحه وفرحانه والله. انت بس ما كنتش زعلانه مني بالله عليك او شايله؟ لا يا عبد، مش شايله منك ولا زعلانه خالص، بالعكس ده انا فخوره بيك. فاكر زمان لما قلت لي ان مامتك التانيه وان ربنا عوضك بيا بعد موت مامتك الله يرحمها؟ انا من مساك ما سبتك وانا بدعي لك، مش ناسياك وبفكر فيك ومستنياك. كنت واثق انك هتيجي تاني. احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض يا صاحبي. لسه فاكراها دي كمان. ماشي يا صاحبي، ربنا يخليك ليا. يا رب يا جدعان. هو ده فرح ولا عايزة ولا ايه نظامكم؟ ما تشغلوا اغاني بقى، الله عايزين نولعها دي الليلة ليلة فرح اخويا. والكاميرا بتبعد عن الفرح ببطء لغاية ما بتقف، ونلاقي واحد ملامحه مش باينة واقف باصص عليهم من بعيد، وفجأة بنشوف نظراته الحادة ليهم وبيقول اللي جاية أتقل بكتير.